دابا كيف كتلاحظوا اي امراه ولات كتسعى باش تبان بواحد القوه وواحد الاستقلاليه، ولكن من جهه اخرى كتبغي منك كشريك تكون واقف معها وحاميها وحاويها بمعنى احتواء، بحال الا كاين شي صراع داخلي بين الرغبه في الاستقلال وفي الحاجه الراحه والامان داخل هذه العلاقه. المراه بطبيعتها كتحلم تكون مستقله وتبان قويه، حيت هادشي غالبا كيكون مفقود في الداخل ديالها، لهذا كتلقاها ديما كتطلب الحمايه والرعايه من الشريك، وهادشي بطريقه غير مباشره. هاد التناقض كيدخل الراجل في واحد الحيره كبيره، حيت كيشوفها كتحاول تبين راسها راه قاده تحل المشاكل ديالها بوحدها وما محتاجه لا ليه ولا لغيره، ولكن في العمق ديالها عارفه باللي غتحس براسها هاد او مرتاحه اكثر الا كان هو حاضر معها. المشكله هو ان المراه غالبا ما كتعبرش بوضوح على الحاجه ديالها للدعم، حيت على بالها باللي هذا واجب طبيعي عليك كراجل، وإلا تراجعتي وقلتي لها سيري دبري راسك كيف انتي قاده، كتولي تحس من جهتك بالاشمئزاز وانت كتلام من جميع الجوانب. عم واحد كيتخربق في هذا الوضع من عدم الفهم، وما كيفهمش واش هي باغاه يوقف معها ولا يخليها تعتمد على راسها. في الحقيقه الحل اللي باغا هو خاصك تكون حاضر باش تقدم الدعم النفسي والعاطفي، ولكن بلا ما تحل لها المشاكل ديالها، باش تقدر زعما ديك القوه والاستقلاليه ديالها اللي ما كاينينش. ما خاصكش تقول لها تيسيري تريحي راكي ما قاداش، ملي خاصك تقول لها بحال هضره الافلام: انا عارفك باللي انت قويه وتقدري تصنعي المعجزات، ولكن في وسط هاد الظروف الصعيبه غتلقيني ديما حداك. المشكله هي هاد الاسلوب ديال الافلام هو اللي صبح خدام دابا، وصبح عنده واحد التاثير كبير. اما اللي جيتيها من الاخر وقلتي لها دوزي تريحي بواحد العنصريه، هادشي غيدفعها باش تدخل معاك في واحد المعركه وفي واحد التحدي باش تبين لك باللي راها قويه بصح. انت في المواجهه هاز المسؤوليه ديال خاصك تخليها تفهم راه ما قاده على والو. باش تفك راسك من هاد المعركه عندك حل واحد، هو خاصك تقنع مخك بواحد المعتقد اللي خرجوه جديد، ان المراه راه قاده دير اي لعبه غير مباغاش تنوض وما فيهاش اللي ينوض وصافي. وإلا ناضت خاصك تكون انت حاضر معها في وسط الازمات، لا ماشي حيت هي ضعيفه، ولكن حتى هو الراجل وحتى هو السند. هو في النهايه غيبان لك غير الرجل الازرق اللي من صحاب عادي هو اللي غيتفك من هاد المعركه، وإلا كانت المعركه قائمه هو اللي غيجي من بعيد ويربحها. فالحل اللي غتختار، واش غتصبغ انت راسك بالازرق وتلبدها، ولا غتبقى مدخل راسك في مواجهه وكتدافع على المسؤوليه ديالك كرجل حقيقي؟ الاختيار الاول غيهنيك ذهنيا ولكن غيألمك نفسيا، والاختيار الثاني غيهنيك نفسيا وغيبرزك ذهنيا. الا بقيتي كتقلب على حل منطقي للمعركه ديالك اللي الحل الوحيد ديالها هو الرجل الازرق،